ايه رأيكم يا جماعة في الكشري الخطير المصري الأصلي ده؟ شوية كشري النهاردة من الآخر. عملناهم بالصلصة بتاعتهم، الشطة بتاعتها بتاعت الزيت زي بتاعت المحلات بالظبط. وعملنا طبق الكشري الخطير العظيم ده في حلة واحدة. سوينا المكرونة والرز والشعرية وكل حاجة في حلة واحدة. يلا بينا نخش على الطريقة ونشوف عملنا الجمال ده وطلعناه بالطعامة اللي انتي شايفاها دي قدامك ازاي. كل حاجة مستوية ومفلفلة وفي حلة واحدة ازاي. يلا بينا نخش على الفيديو ونشوف عملنا الطريقة ازاي. هنحط اول حاجة، هجيب كده الزيت بتاعي وتختاري الزيت شوية لان الزيت ده اللي انا هعمل بيه كل حاجة في الوصفة. هسيب الزيت يسخن شوية وهبتدي انزل عليه بالبصلة بتاعتي. بص هقولك بقى على تركاية هتعمليها في البصلة بتاعت الكشري تطلع معاكي مقرمشة وناشفة وعمرها ما هتطرى معاكي ابدا حتى لو بيتيها لتاني يوم. مش هحط عليها ولا نشا ولا دقيق ولا اي حاجة خالص غير شوية ملح. السر كله في التقطيعة بتاعت البصلة. هتجيبي البصلة هتقسميها بالنص وهتاخدي الحتة بتاعت الجنب دي بتاعت المبشرة اهي، وهتبتدي تبشري كده البصلة بيها، هتطلع معاكي زي التقطيعة بتاعتي كده بالظبط. خلاص الزيت ابتدى يسخن معايا كده، هنزل بيه بقى ايه بالبصل. هخلي البصل يتحمر فيها وهنزل عليها بشوية ملح وشوية كمون عشان انا عايزة البصلة تبقى متبلة وكل حاجة عندي تبقى من ايه متحيقة. هحط شوية كمون، حاجة بسيطة كده من الملح. هبتدي بقى اقلب البصلة دي كده واخليها ايه لغاية ما اخليها تحمر كده معايا وتاخد اللون الذهبي الحلو بتاع البصلة. هتشوفي بقى قرمشة بجد زي بتاعة المحلات بالظبط بتاعة الكشري، ولا هنحط عليها نشا ولا دقيق ولا اي حاجة من الكلام زي ما قلنا دوت. يلا بينا بقى كده هنحمرها. خلاص البصلة ابتدت تتحمر معايا اهي، وايدك فيها على طول ما انت ما واقفة عشان ما تاخدش لون غامق ولون فاتح، تبقى كلها درجة واحدة. خلاص ابتدت تتحمر زي ما انت ما شايفة كده. هبتدي بقى اصفيها على طول اطلعها على مناديل. بصي بقى البصل وجماله ولونه المكرمل الجميل ازاي، ولا بقى بصي صوته، سمع صوت البصلة بجد في منتهى الجمال وطريقته حلوة قوي وهتعجبكم. بصي لون البصلة في منتهى الجمال. خلاص الكشري كله مش هياخد معاكي وقت خالص. مطرح الحلة هي بنفس الزيت، شلت منه بس شوية هعمل بيه بقية الصلصة وبقية الشطة وبقية الحاجة الباقية والشعرية بتاعتي كده احمرها الكمية بقى اللي انت حباها. وهبتدي احمر الشعرية دي كده. شايفة بقى اللون الجميل ده بتاع الشعرية، هو ده اللون اللي انا عايزاه. انزل عليها بقى بكمية الرز، هديها شوية ملح مش كتير. نبتدي نشوح كده الرز كويس مع الزيت. عايزة الرزاية كلها تتغلف بالزيت. كشري سهل قوي لكن ليه تركات كده بسيطة لو عملتيها هيطلعوا ريحة وطعم وكل حاجة احلى من بتاعة الشارع صدقيني، وكفاية نظافته. احنا قلنا هنعمل الكشري كله في حلة واحدة. اي نوع بقى انت حباه، انا هنا هحط سباكيتي وهحط اللي هي الخواتم. في المرحلة دي لازم تنزلي بمية سخنة مغلية. طب هتحطي مية قد ايه؟ هتحطي مقدار الرز اللي انت بتحطيه في المية وهتزودي عليه عقلة صباع واحدة بس. المية ما تكتريش عشان ما يعجنش منك. المكرونة هتستوي مش هتاخد مية كتير، يا دوبك هتاخد نفس مية الرز بس تزيد عليها عقلة صباع واحدة. تمام عشان يطلع معاكي رز كده حلو ومكرونة مفلفلة. يبقى ايه زي ما بقولك كده. هظبط بقى ملحها كده شوية ملح، هغطيه واسيبه يغلي. اول ما الاقيه غلي وابتدى يبقبق كده معايا توطي عليه وتسيبيه يكمل سواه. انا هسيبه ياخد غلوة بعدين هوطي عليه ياخد سوى الرز خالص. خلاص هو كده خد الغلوة بتاعته. بصي ابتدى يبقبق كده خلاص. هبتدي بقى اوطي عليه خالص كأنك بتسوي رز عادي بالشكل ده، وهسيبه بقى نسيه. تعالوا نعمل الصلصة على ما الرز يستوي. هعمل الاول الشط، نفس الزيت اهو اللي كنت محمره فيه البصل. هبتدي انزل بشويه كده منه
عشان اعمل الشطة. هعمل لك الشطة بتاعة الزيت نفس اللي بتاكليها في محلات الكشري بالظبط. الناس بقى اللي غاوية السبايسي تجمع هنا. هنزل في الزيت ده بمعلقة كده حلوة كده محترمة من الشطة الحامية، ماشي. وحط عليها شوية كمان كده. مجرد ما احس ان الشطة كده ابتدى ريحتها يطلع مع الزيت، هنزل عليها بمعلقة حلوة كده من الصلصة. والصلصة دي يا جماعة اللي انا كنت عاملاها معاكم على القناة، بجد نتيجتها روعة روعة روعة. عملت معايا كميات حلوة قوي من الصلصة. بصي بستعمل فيها على طول. هنزل بيها كده على الزيت وابتدي اقلب مع الزيت والشطة، نفس طريقة محلات الكشري بتعملها بنفس الطريقة، متاخدش معاكي وقت خالص. بصي هتلاقي بقى ابتدت الصلصة تتجمع كده تحت مع الشطة، والزيت يطوف كده على الوش. بس لسه ما خلصش، ده في تريكايه صغيرة كده هقولك عليها هنعملها دلوقتي. تعالوا كده نفضيها في الطبق. بصي بقى شكل الشطة الزيت عاملة ازاي، نفس اللي بناكلها في المحلات بالظبط. بصي جيبي بقى عصرة ليمونة وتقومي عصرها عليها كده. لو عاملة كمية كبيرة حطي ليمونة كاملة. لو عاملة كمية زي ما انا عاملة كده مش كتيرة، هنحط نص ليمونة بس بالشكل ده. تديها تقليبة. تبصي الزيت على الوش ازاي. نعمل الصلصة بتاعتنا في نفس المكان برضو مطرح ايه الشطة كده، عشان مش عايزين نوسخ، قلنا مواعين كتير. هنزل بباقي الزيت اللي معايا واللي فيه ده يا جماعة مطرح الكمون والملح. هنزل بيهم برضو، ما بعملهاش ولا ببصلة ولا بتوم. معظم المحلات بره بتعملها من غير بصلة ولا توم. هنزل بكمية الصلصة برضو اللي انا عايزة اعملها، اللي هي الطماطم، عصير الطماطم. ازود شوية كمان. نبتدي بقى نحيق الصلصة بتاعتنا دي. شوية ملح، شوية كمون، نص معلقة صغيرة سكر، شوية بابريكا، شوية كزبرة، وهحط حاجة بسيطة كده من الفلفل الأسود. وهتسيبيها على نار هادية كده، متوسطة شوية، متوسطة لهادية، عشان تتسبك براحتها وتستوي. تخيلي بقى ان كده الكشري معانا خلص وما خدش وقت خالص. الحمص انا سلقته في الاول، كنت نقعاه حوالي ساعتين في ميه سخنه، وبعد كده سلقته. الصلصه بتاعه الكشري يا جماعه ما بتبقاش تقيله، يعني انا مش هسيبها تتقل قوي معايا، لا، تاخد غلوتين 3 كده واحس ان هي اتسبكت شويه هطفي عليها، مش هسبكها قوي. نغطيها بقى وسيبيها تتسبك. بصوا الكشري كده ابتدى يستوي معايا اهو، يخش في السوا. هو لسه ما استواش بس لسه ابتدى يخش في السوا. هنديله تقليبه كده خفيفه بالشوكه مش بمعلقه، عشان يفضل مفلفل معاكي. هو خلاص ابتدى يخش على السوا اهو، والمكرونه ابتدت تستوي. هسيبه زي ما هو على النار. في الحاله دي لو هتعملي الكشري بعدس اصفر، هتغسليه كويس جدا وهتبتدي تنزلي عليه في المرحله دي. العدس الاصفر ما بياخدش وقت خالص في السوا، فانا هحطه في الوقت ده. وممكن تحطيه كمان وهو بيتشرب كده، اول ما ابتدى يتشرب. هديله تقليبه كده مع الكشري، على بيت ما التكايه اللي فاضله دي في الكشري تستوي، هيكون العدس استوى معايا. لو هتعملي بكشري بعدس بجبه اللي هو العدس الاسود، هتنقعيه ساعتين قبلها او حوالي ساعه كده، وبعد كده هتحطيه مع الرز من الاول، من البدايه هتشوحيه مع الرز من الاول. تمام. خلاص كده غطي عليه واسيبه يكمل سواه. شوفوا يستوي ونرجع مع بعض تاني نشوف شكله يبقى عامل ازاي. ده كده يا جماعه شكل الكشري معانا بعد ما خلص وطلع بالجمال اللي انت شايفاه ده. بصي عامل ازاي، شايفه جمال الكشري مستوي، كل حاجه فيه مفلفله، مفيش حاجه واخده سوا زايد خالص. الرز استوى ومفلفل. شايفه جمال الكشري. الرز استوى والمكرونه مستويه والعدس استوى وكل حاجه فيه مستويه، شغل فاخر من الاخر. يا رب الطريقه تكون عجبتكم. لو عجبتك الطريقه ما تنسيش تحطي اللايك لو لسه ما حطيتهوش، وتفعلي زر الجرس تخليه على الكل عشان يوصلك مني كل فيديوهاتي. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.